بدايته في السمانه من فوق اهو. طبعا عشان لحمته زي ما حضراتكم شايفين ديت خلاصه وروقان العجل كله بيكون في قطعه اللحمه ديت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم عيد من قناه الجزار عيد سينا، وجينا لكم فيديو جديد كالعاده يا جماعه. هنتكلم فيه عن افضل كيلو او 2 كيلو لحمه بقري في العجل كله، افضل قطعه واغلى قطعه. وليه هي اغلى قطعه وفين هي عرق الفليتو؟ ليه عرق الفليتو بيكون اغلى قطعه لحمه في العجل؟ وليه سعره غالي؟ وهو فين في العجل وبيستخرج ازاي؟ بكل بساطه وبكل سهوله. اللي عايز يتعلم واللي عايز ياخد فكره عن عرق الفليتو بيكون فين، لو دبحت في بيتك وحبيت تستخرج عرق الفليتو بنفسك، او بتتفرج عليا وبتحب الجزاره وعايز تفهم لنفسك مش عارف عرق الفليتو مكانه فين. عرق الفليتو يا جماعه بيكون في الربع الخلفي للعجل، في الربع الخلفي، يعني بيكون بعد الفخده فوق بيت الكلاوي، يعني فوق ريش بيت الكلاوي بس من الداخل. عرق الفليتو اهوت. وليه بيكون اغلى قطعه؟ هعرفكم بكل بساطه وبكل سهوله ازاي بنستخرجه. عرق الفليتو بدايته بتكون عند الصدفه ديت، وبيكون نهايته عند اول ضلع من الضلوع. هنبدا مع بعض دلوقتي بكل بساطه وبكل سهوله اعرفكم ازاي بنستخرجه. هنيجي عند عظمه الصدفه ديت كده، وهننيم الكزله كده، وبنيجي عند فقرات الرزبيف، وبننزل بنعلم عليها في زي نص دايره كده في الجنب هنا، بنعلم على كل نص دايره بالشكل ده اهو. بنعلم عليها للنهايه على شكل نص دايره، نص دايره كده اهو. بنعلم على الفقرات دي كلها بالشكل ده، وبنيجي بقى من فوق بالشكل ده اهو. بنفتح العرق الفليتو من فوق. عرق الفليتو طبعا بيكون ماسك في السمانه، بدايته في السمانه من فوق وبينتهي عند اول ضلعه في الضلوع. هنيجي عند الصدفه طبعا اهو، ده راس عرق الفليتو. لحد ما هنيجي يا جماعه عند اول ضلع في عظم الرزبيف، طبعا عشان نستخرجه بالراحه. في طبعا عظم هيقابلنا اللي هو فقرات ريش بيت الكلاوي، بنعلم عليها كده بالكازلك طبعا. واللحمه الحمراء دي بتقابلنا كده بنشيلها. طبعا هنعمل لكم الفيديو ده اللي هو استخراج عرق الفليتو، وهنعمل لكم فيديو اللي جاي استخراج الرزبيف او الشمبري. اهو. طبعا يا جماعه بنيجي عند ضلوع البيت كلاوي بتاع العجل، يعني ريش بيت الكلاوي او الاميريه او الرزبيف، بنعلم عليها كده بالكزلك واحنا نازلين لحد ما بتوصل عند القرقوشه، وبتنزل بسن الكزلك كده اهو. لازم يا جماعه عشان نطلع الاميريه او الرزبيف تشفيه كويسه لازم العظمه تكون باينه كده اهو. بننزل بالراحه وبنيجي هنا بنعلم اهو بالشكل ده اهو. بنيجي عند اول الريشه من فوق، وبنشد خط على الريشه من فوق كده، وبنيجي بسن الكازلك كده اهو، وبنعلم على ضلوع بيت الكلاوي بالشكل ده اهو. بننزل كده.
كده ده منظر العظم اهو، وهنعمل لكم فيديو تاني، هنسيب لكم الفيديو ده في الوصف اسفل الفيديو. كده استخرجنا عرق الفيليتو اهو، هنبتدي ان احنا نروقه مع بعض عشان نعرفكم هو ليه بيكون اغلى قطعه لحم. طبعا ده راس عرق الفيليتو بتتشال كده على جنب، بتشيل كده، وبنيجي عند طرف العرق كده في قطعه لحم في الجنب كده بتتشال بالشكل ده. طبعا هتسالوني اللحم اللي بيطلع ده هنعمله ايه؟ ممكن اللحم اللي بتطلع ديت يا جماعه ورا حضراتكم شايفينها كده، هنيجي عند الغشاء اللي فوق على العرق ده من فوق، وبنشيله كده بالسكينه، نشيل القشر ده كله، ونشيل العصب اللي على العرق ده، وبنشيل كل قطعه لحم السمين. طبعا هتسالوني عن اللحمه ديت هنعمل بيها ايه؟ ممكن ان انت تفرمها وتستخدمها لحمه مفرومه اهي، اللحمه ديت تفرمها، اللحمه ديت اللي طلعت من عرق الفيليتو ممكن ان انت تفرمها وتستخدمها في اللحمه المفرومه. وهي ديت خلاصه وزبده العجل كلها في العرق ده. العرق ده حوالي وزنه حوالي 2 كيلو الا ربع بالشكل ده، عباره عن الخلاصه بتاع العجل، الزبده بتاع العجل. طبعا ليه بيكون اغلى حته لحمه في العجل عرق الفيليتو؟ هيكون السبب حضراتكم هتشوفوه. طبعا عشان نشويه في الشبكه بنقطعه لحلقات مدوره، فبناخد بالشكل ده قطع. طبعا يا جماعه اهو اللحمه، قطعه اللحمه زي ما حضراتكم شايفين حمرا 100%، ما فيهاش فيها زيرو دهون لمرضى السكر او مرضى القلب اللي هم ممنوعين من اكل اللحوم. اكيد اللحوم ديت اقل خطوره عليهم. طبعا ليه هو اغلى قطعه لحم؟ عشان لحمته زي ما حضراتكم شايفين بتدوب وبتتقطع كده بكل بساطه بكل سهوله، تاخد 5 دقايق على الشوايه وبتلاقيها استوت. ديت خلاصه وروقان العجل كله بيكون في قطعه اللحمه ديت. لو اول مره شفت على اليوتيوب اشترك في القناه، لو استفدت اي حاجه بسيطه من الفيديو اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد للناس، ولو عايز فيديو معين اكتبه في تعليق تحت وان شاء الله هنفذه لك. واستنوا بقيه تشفيط الربع ده في الوصف اسفل الفيديو. هنعمل لكم الاميريه والروز بيف ونعرفكم ازاي بيتشوي. وما تنسوش تدعمونا بلايك وقول رايك في الفيديو. لو ليك تعليق معين على الفيديو او معلومه انا نسيت اقولها اكتبها لي تحت. ومع تحياتي لكم الجزار عيد سينا، ومع الف سلامه.